على طرف أكمة وارفة ملاصقة لهضبة صغيرة، جلس كلاهما يتناولان كومة من الفاكهة جمعها من الأشجار القريبة. شعر بالتخمة بعد أن قلب على ظهره مفترشا ظل الأشجار الممدود، وفعل رفيقه الشيء نفسه. التفت إليه وقال: هل تعلم، لقد أكلت كثيرا. وكذلك فعلت أنا، قال رفيقه. صمتا قليلا حتى بدأ كل منهما يسمع صوت نفس الآخر بوضوح. عاود الحديث مجددا وقال: ما رأيك أن نركض قليلا كي نساعد المعدة المدخمة على الهضم؟ فكرة جيدة، لكن كيف؟ قال رفيقه: هل ترى الهضبة؟ سنتسابق إلى أن نصل إليها، سنتسلقها حتى قمتها، ثم نهبط إلى أن نصل نهاية طرفها الآخر. أعرف أني سأفوز عليك، قال لرفيقه مازحا. أنت مغرور، أنا الذي سأفوز، قال رفيقه متحديا. كانت فكرة التحدي تروق لكليهما، وقفا متجاورين استعدادا للانطلاق، وبعد أن رمقا بعضهما بنظرة توحي بالجهوزية صرخ بصوت عال: هيا! انطلق الاثنان يسابقان الريح. كان واضحا أنهما متكافئان في السرعة حتى بلغا الهضبة. لم تكن الهضبة عالية جدا، ولكنها أظهرت تفوق رفيقه عليه، وبدأت المسافة تتسع بينهما. بدأ يفقد الكثير من قوته، وعلى صوت لهاثه، بعكس رفيقه الذي بلغ القمة وانحدر، وهذا يعني أنه قد حسم السباق بدون شك. أما هو فقد أكمل طريقه نحو الأعلى سيرا، لقد أقر بالهزيمة. بلغ القمة أخيرا، وحدق بنظره نحو الأسفل، لكنه لم يلمح أحد، وقال ضاحكا: يبدو أنه يمازحني. ثم صرخ وهو يهبط الهضبة: حسنا حسنا، أعترف أني هزمت، أين أنت؟ تابع انحداره وهو يمسح المكان بناظريه بحثا عن رفيقه. لابد أنه اختبأ في تلك الأكمة. بلغ نهاية الهضبة بينما ما زال رفيقه مختفيا. قرر الدخول بين الأشجار متوقعا أن يفاجئه بظهوره في أي لحظة، لكن الذهول أصابه عندما وقعت عيناه عليه، لدرجة بات معها غير قادر على الحراك وتجمد في مكانه تماما. لم يكن رفيقه وحيدا، بل كانت تقف إلى جانبه امرأة. أخيرا تمكن من تجاوز الصدمة وتقدم نحوهما. التفت إلى رفيقه وقال: من هذه؟ يا إلهي، من هذه؟ ألا يبدو جليا؟ إنها إنسان مثلنا، أجاب رفيقه. كان واضحا أن الخوف قد استبد بالمرأة التي كانت قد فقدت الأمل برؤية إنسان من جديد، لدرجة أنها لم تكترث كونها عارية تماما أمام رجلين. حتى هما لم يلحظا كل ذلك. قال لها مطمئنا: لا عليك، لا بد أن ما حصل لك هو ما حصل لنا تماما، سنهتم بك وستكونين بخير. قال رفيقه: يا إلهي، لقد أصبحنا ثلاثة، أصبح حالنا أفضل بكثير. بدأ الخوف الذي كان يسيطر على المرأة يتلاشى، وبدأ يحل محله شعور بالأمان. بعد قليل جلسوا جميعا في ظل الأكمة. كانت المرأة تشعر برغبة جامحة في الحديث،
أخبرتهم بكل ما حصل معها منذ أن اختفى البشر فجأة عن هذا العالم، وحتى اللحظة التي جمعتهم معا. كانا يستمعان باهتمام بالغ على الرغم من أنهما يعرفان ما حصل جيدا. كانا يعرفان أنها بحاجة للكلام، بحاجة لأن تروي قصتها على مسامع بشر آخرين. أنهت حديثها وتبادلوا نظرات تحمل رسائل الاطمئنان، وقبل أن يعود الصمت وقف أمامها وقال: يجب علينا أن نكون سعداء. نحن الآن 3، من يدري، فقد نعثر في هذا العالم الكبير على المزيد من أبناء جنسنا، لكن الآن على الأقل كل شيء على ما يرام. نظرات الرضا كانت تشع كالضوء من عيونهم. طوال الوقت كانوا يسيرون معا، 3 أجساد عارية وأرواح هائمة، تمتلك عالما واسعا فيه الكثير من الطعام، وكل السهول تصلح لأن تكون سريرا لهم. يتبع